السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، ايه رأيكم في التورتاية الجميلة دي؟ عايزة بقى رأيكم وتعليقاتكم. دي كده تورتاية مستويين زي ما انتوا شايفين. عملت 4 ديسكات لجنب، والجنب التاني 3 ديسكات عشان تكون بس مستوى أقل من المستوى التاني. طبعا الكريمة زي ما انتوا شايفين، بصوا الكريمة تحفة ازاي. تعالوا نبدأ الأول نقول لكم الايه المقادير. طبعا أنا عملت صينية 30 في 40. طبعا ال30 في 40 بتبقى 5 بيضات، كوبايتين الا ربع من الدقيق، كيس بيكنج باودر، وطبعا ايه فانيليا، ونحط كمان محسن جل. طبعا كل الايه المكونات دي انا عاملاها لكم في صندوق الوصف. آه كده انا قسمتها نصين زي ما انتوا شايفين، وبقطعها طبعا ايه على اقل درجة في الايه في المنشار عشان تتقسم نصين. تمام. وبعد كده بنحط ايه، بعد كده بنحط معلقتين من النشا. طبعا احنا بنعمل الاسبونج ده في البيت. معلقتين من ايه من النشا، وكمان ايه معلقه كبيره من المحسن الجل، ونص كوبايه سكر. كل الكلام ده كله مع بعضه. اول حاجه بنحط الايه، بنحط السكر مع البيض مع الفانيليا مع محسن الجل. وبعد كده بنظبط الدنيا الاول، يتضرب ضربه كويسه، وما يتقل نقوم عاملين ايه، حاطين نص كوبايه ميه. طبعا هعمل لكم انا طبعا عامله كتير بصراحه الكيك دوت كتير، فانا قلت ايه ازوق بقى على طول وننزل ايه التزيين على طول. هبقى اعمل لكم ان شاء الله المقدار دوت في الايه في العجان وتشوفوه. اول حاجه بنحط اول طبقه ونحط الايه الشربات الخفيف. وانا قلت قبل كده ان الشربات الخفيف ده بيبقى كوبايه من السكر وكوبايتين من الميه لمده 10 دقايق، وبتدفع عليهم بيبقى ايه شربات خفيف معاكي، وتحطيه في التلاجة وبيستخدميه على طول زي ما انتوا شايفين. طبعا بعد ما بنضرب الايه العجينه والحاجات دي كلها بندخل الايه الفرن. يكون الفرن اساسا شغال ومشغلينه على درجه حراره عاليه، على اساس ان هو ايه يبقى طبعا ما تخافوش ان ايه شايفين ان ايه ان الكيك غامق. لا، الكيك ما كانش غامق ولا حاجه، هي الكاميرا اللي كانت ظالمه الكيك. بعد كده بنحط الايه، بنحط طبعا الكريمه انا بستخدم ريتش المتحده، جميله جدا جدا، هي غاليه بس بصراحه طعم بيبقى حكايه، بتخلي التورت وطعمها بيبقى جميل جدا. طبعا هنا ايه الصوصات اللي انا بحطها دي او الجيلوهات، ده جيلو ايه جيلو مانجا وجيلو فراوله. الحروف دي كلها بتتقطع طبعا بعد ما ايه ما بظبط الدنيا كده بتتقطع. وهنا زي ما انتوا شايفين ال3 ديسكات بتوع الشوكولاتة. الديسك الرابع عملت منه ايه قبات كده للولاد. وهنا حطينا الايه الكريمة زي ما انتوا شايفين. آه طبعا مش قادرة اوصف لكم ان الكاميرا ظلماها ظلماها ظلماها. طبعا دي جميلة جدا وشكل جديد، وفي نفس الوقت يعني ادى منظر وادى للتورته شكل حلو قوي. هنا بنحط طبعا مكعب من الايه الشوكولاته اللي هي الخام. بتحطي معاهم 4 أو 5 معالق من الايه اللبن ومعلقه زيت صغيره، وتحطيهم على النار. وبعد كده اول ما يفكوا معاكي ويبقوا كويس، يعني فكت معاكي الايه الجيلي او اللي هو الايه الصوص اللي هو الشوكولاته، عشان نقدر ان احنا نعمل منه ايه الدريبات اللي انتوا شايفينها دي. بس كده اهو. وبنظبط كده وبنظبطها بالايه بالمعلقه او بايدينا ايا كان زي ما انتوا شايفين كده. ونقطع بقى ونحط الايه الفاكهه. اي فاكهه عندك بتقدري ان انت تحطيها وبتزيني بيها. طبعا ديت ايه ديت حجم كبير، مش هتبقى يعني كل حاجه ليها سعرها. يعني في بيبقى ايه كل ما تكتري الايه الحاجه دي طبعا السعر بتاعها بيبقى عالي قوي. طيب هنا زي ما انتوا شايفين انا حطيت الايه الشوكولاته الاشكال. انا بعملها وقبل كده عملتها لكم ايه في كذا فيديو عندي في الايه في القناه. خشي واتفرجي وشوفي وهيعجبك قوي. طبعا بنزين الايه الشوكولاته، وبعد كده بنحط الكريمه. كل الكلام ده كله والشوكولاته والكريمه والحاجات اللي احنا بنحطها دي طبعا بندخلها الفريزر. لازم تخش الفريزر شويه تجمد شويه عشان نقدر ان احنا نشتغل عليها. طيب هنا انا مسكت الايه السوداني عملته ايه مجروش،
بنحط في الجناب بتاعة الابيض او الكريمه البيضه. بتدي منظر وطعم رهيب يا جماعه، رهيب زي المكسرات بالظبط. تمام. بنظبط بقى طبعا القعده بتاعتنا. طبعا بعد ما بنخلص خالص بنمسحها مسحه حلوه كويسه، عشان طبعا بندخل بنودي التورتايه للناس تبقى شايفين ان دي حاجه يعني تقوليش ابدا ان دي معموله في البيت. طبعا اللي في البيت بتبقى احلى واطعم، وهي يعني المفروض ان هي مكلفه عن المصنع. يعني لما بتجيبي الحاجه بتبقى مكلفه عن المصنع في غير لما بتجيبي، ما تجيبي شكاره، غير لما بتجيبي بالكيلو، غير لما بتجيبي نص كيلو. هنا انا مسكت التفاح قطعته شرايح رفيعه، وطبعا عملته بالجيلي تلميع، عشان طبعا يفضل محتفظ بلونه ما يسودش ولا اي حاجه. شايفين؟ بصوا الجيلو التلويع عامل ازاي. ونظبطها ونحطها وتبقى شكلها حلو. عندك مانجا حطي، انا ما كانش فيه الا تفاح احمر، واحده حمرا واحده صفرا. وحطيت الجيلوهات اللي انتوا شايفينها، الاحمر والاصفر ده كان جيلو مانجا اهو. ادى شكل ومنظر. عندك ريز حطيت من على الحروف كده. شايفين الجمال بتاعها؟ جميلة جدا. والشوكولاتة كمان روعة روعة روعة. الكريمة يا جماعة ريتش المتحدة روعة 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 بصراحة. انا عملت بكذا كريمة بس ما عجبتنيش الا ريتش المتحدة، كانت في منتهى الجمال. طيب زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت، وبعمل بقى الدربات. بعد ما عملت الدربات نعمل اللي هو الورد كده. بعد ما زيناها زي ما انتوا شايفين كده بالكريمه، كريمه بالشوكولاته. طبعا طعم الكريمه جميل، لان انا حطيت على الكريمه غير الكاكاو بحط اللي هي باقي الجناش بتاع الشوكولاته. باقي الجناش بتاع الشوكولاته بيدي طعم حلو قوي ليها. هنحط بقى دلوقتي كريسبي شوكولاته على الوردات دي. طبعا احنا بنلف التورتيه كلها من تحت بالكريمه، بتدي منظر حلو قوي للورد زي ما انتوا شايفين اهو. كلها بتتلف كده. انتوا شايفين المستوى عامل ازاي؟ مستوى الكريمه كتير ما شاء الله. والشوكولاته على فكره هم شكروا فيها، اللي خدوها اشتروها شكروا فيها جدا، يعني متشكره جدا على ذوقهم، الله يخليكم. يعني هم بصراحة بقوا مبهورين بيها، وقالوا لي جميلة جدا، تسلم ايديكي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، ورأيك وتعليقاتك في التورتاية، وقولي لي أهم حاجة في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.